ميزوها بطلة القصة تبدأ يومها بشعور من الإحباط والوحدة، حيث تصف عيد ميلادها بأنه عيد ميلاد حزين. هذه الجملة تعبر عن خيبته أملها وتوقعاتها التي لم تتحقق، ربما لأن الأشخاص الذين تهتم بهم لم يظهروا الاهتمام الذي كانت تأمله. عندما تنظر إلى هاتفها ربما تنتظر رسالة أو تهنئة خاصة، مما يعكس حاجتها للتقدير والاهتمام في هذا اليوم المميز. بعد ذلك تمر مجموعة مكونة من 4 فتيان وفتاة. هذه المجموعة تربط ميزوها بذكريات طفولتها، حيث كانت تعيش مع هؤلاء الفتيان في نفس المنزل. العودة إلى الماضي تعطي خلفية عن العلاقة العميقة التي تربط الشخصيات ببعضها. تظهر مشاهد من الماضي، حيث كان والدها يحضر الطعام لهؤلاء الأطفال، مما يعكس جواً عائلياً دافئاً، رغم أن ميزوها كانت تعاني من شعور بأنها مهملة أو غير مميزة، كما يظهر في نومها على الأرض ونظاراتها الملقاة بجانبها. في صباح عيد ميلادها ترى مشهداً تقليدياً، حيث يرتدي الفتيان ملابسهم ويستعدون للذهاب إلى المدرسة. ينتظرونها في الخارج ويتحدثون عنها بطريقة مازحة، مما يعكس جواً من الألفة والمودة. هذه الأجواء تظهر أن العلاقة بين ميزوها والفتيان كانت قوية ومليئة بالمرح والمزاح، لكن مشاعرها تجاه أحدهم بدأت تتغير. أصغر الفتيان الذي يتميز بجسم رياضي جذاب بسبب تدريبه على السباحة يصبح محور اهتمام ميزوها. بينما كانت تنظر إليه من بعيد تبدأ تشعر بمشاعر خاصة تجاهه، ربما لم تكن تدركها من قبل. المشهد يظهر أيضا أن هذا الفتى يجذب انتباه العديد من الفتيات، مما يجعل ميزوها تشعر بالتحدي أو الغيرة بشكل غير مباشر. عندما تنكسر نظراتها نجد أنها تجلس وتتحدث مع صديق لها عن مشاعرها ومخاوفها. هذا الحديث يعكس ترددها في فهم ما تشعر به تجاه الفتى الأصغر، وما إذا كانت هذه المشاعر حقيقية أو مجرد رد فعل للموقف. عند عودتها إلى المنزل تفاجأ بإعداد عيد ميلاد مفاجئ لها، مما يغمرها بالفرح والدفء. هذه اللحظة تعكس حب العائلة والأصدقاء لها، حتى لو لم يكن الاهتمام واضحا في البداية. الفتى الأصغر يقدم لها هدية ويطلب منها أن تكون حبيبته، وهو تحول كبير في العلاقة بينهما. هذا الطلب يفاجئها ويضعها في مواجهة مع مشاعرها الحقيقية. بعد هذه اللحظات العاطفية تعود ميزوها إلى المدرسة وهي تفكر في كل ما حدث. حديثها مع الطالب الأكبر في المجموعة عن مشاعر أخيه الصغير يعكس صراعها الداخلي ورغبتها في فهم ما يجب عليها فعله تجاه هذا الطلب المفاجئ. في نهاية الحلقة المشهد حيث ترى الفتى الأصغر وهو يخرج من المسبح يعكس الجانب الجسدي من العلاقة، حيث يبدأ التوتر العاطفي والجسدي يتصاعد بينهما. العناق الذي يحدث في هذه اللحظة يعمق الشعور بالارتباط، ولكنه يترك أيضا الكثير من الأسئلة المفتوحة حول ما إذا كانت ميزوها ستستجيب لمشاعره أم ستتردد بسبب تعقيد العلاقة.